الست ليها مصاريف كتير، والخمس سنين اللي جايين 2030 2035 2040 الجواز والتقاليد والعادات والكلام من ده كله هيختفي، جزء كبير منه مبني على الافلام الاباحيه. الفيديو ده لكل الرجاله والمراهقين والشباب، غالبا لو انت بنت مش هتستفيدي من الفيديو ده. ازيكم يا شباب، معاكم دكتور عطيه، والنهارده اقول لكم ايه اللي هيحصل لما تبطل تجري ورا البنات. عايزك تفكر كده بالعقل. عمرك قعدت كده مع نفسك قعدة روقان كده وسألت نفسك هو ايه اللي هيحصل لو انا بطلت اجري ورا البنات، لو انا بطلت تشيس، لو بطلت ابعت لبنات على الدي امز، بطلت احكها مع اي واحدة حلوة او فخدها كبيرة، الهث ورا الناس واطلب فاليديشن واطلب اهتمام واطلب تقبل البنات ليا؟ يا ترى ايه اللي ممكن هيحصل؟ انا هقول لك ايه اللي هيحصل. more self respect، احترامك لنفسك هيزيد. طب انا احترامي لنفسي هيزيد ليه يا دكتوره؟ او انا اقول لك لان كلنا عشنا فترات المراهقه دي، وكلنا تقريبا بنغلط نفس الغلطات بما اننا في نفس المجتمع بيحكموا نفس العادات والتقاليد، فاحنا كلنا بنقف عند ريد لاينز كده معينه، واللي بيتخطاها بقى الحاجات الاوفر زي الزنا والكلام من ده له دماغ لوحده متركبه شمال. يعني ده مش حاجه اصلا عشان نتكلم عليها. يعني تبدا كده تحس بان انت هاي فاليو، ان قيمتك جواك. احترامك لنفسك هيزيد لان انت هتبطل تجري، هتبطل تبقى مزعج، هتبطل تترفض. ان انت كل ما بتقعد تتكلم هتغلط، وكل ما تتكلم اكتر هتغلط اكتر. ايا كانت البنت دي، سواء قريبتك، صاحبتك، زميلتك في الدرس، معاك في الجامعه، معاك في الشغل، هتبدا كده تحس باحساس جديد وغريب ان انت مثلا من اول 15 16 سنه، من لما كنت بتحب زميلتك اللي معاك في المدرسه، حد مثلا 25 30، يعني لو لسه ما اتجوزتش في الفئه العمريه دي، هتبقى شايف بقى زمايلك في الشغل والبنات اللي في النادي واللي في الجيم واللي في اي حته، هتبدا بقى تحس باحساس جديد اللي هو انا على طول بجري. اقف، خد نفس، خد خطوه لورا، ابدا بقى فكر هو انا ليه بجري؟ انا ليه اي واحده حلوه اشوفها لازم اروح اجري اكلمها، لازم اروح اقول لها ازيك وعامله ايه ومش عارف ايه؟ ليه عايز اتعرف عليها؟ ليه عايز دايما اهتمام؟ لازم الناس اللي قدامي تتقبلني وتحبني. دي كلها حاجات المجتمع زرعها في عقلك. انت مش عايز تصاحب 4 5 بنات على بعض، انت مش عايز يبقى كل صحبتك نسوان او بنات عشان اللي بيزعلوا من لفظ نسوان. انت مش عايز، يعني انت اللي هو انت فعلا من جواك انت مش عايز تبقى بتكلم 5 6 في نفس اليوم. يعني انت اذا كان لو معاك بنت واحده مثلا بتتكلم معاها، انا خطيبتك، صاحبتك، زميلتك، واتيفر، ما يخصنيش، انت لو بتديها ساعه من يومك، فانت لو بتكلم 3 4 في نفس الوقت، فانت في 4 ساعات من يومك راحوا. طب وال8 ساعات اللي انت نمتهم، فكده معاك 12 ساعه من يومك راحوا بلا اي برودكتيفيتي او انتاجيه. طب انت كده اتبقى لك بقى كام ساعه عشان تشتغل وعشان تشوف مصلحتك وتطور مهاراتك وعشان تزود دخلك؟ لان احنا كرجاله اهم حاجه تهمنا هي الفلوس عشان نقدر نصرف ونقدر نوفر اكتر لاهلنا ولنفسنا. فهتيجي تبص هتلاقي ان يعني طريقه رديئه جدا وبتتسوق لها في الافلام وفي المسلسلات الرومانسيه، ان لازم الراجل هو يجري ورا البنت ويقف لها تحت الشباك ويحدف لها حاجه، لازم يقعد يبعت لها رسائل كتير وهي تتقل عليه ومن طرف رمشها كده تبص له بصه. والشغل اللي انتوا عارفينه ده ما ياكلش عيش في 2025، ده ما ياكلش عيش. وانا دايما بحس ان اي حاجه بتتعرض على الميديا او على التلفزيون بحسها وهم غير الواقع اللي الناس عايشاه. يعني افلام بقى ديزني وافلام الرومانسيه، الاغاني بقى بتاعت حماقي وتامر حسني ومش عارف ايه، بتحسوا ان هي حرفيا بتعيشك الوهم. مفيش حب اللي يقطع قلبك والحب اللي يخليك عايز تحس ان الدنيا مش عارف ايه. مفيش يا جماعه الكلام ده. يعني كلنا حبينا وكلنا ارتبطنا وكلنا في اللي انفصل وفي اللي كمل وفي اللي جوز وفي اللي خطب. مفيش الطريقه الكرنج دي في الحب. الحب الحقيقي مش كرنج، مش شو نعرضه للناس. لان في رجاله كتير بتحب اصلا فكره الصحوبيه بتاعت البنت، لان البنت الحلوه بتجذب انتباه كبير من الرجاله التانيين، فهو يعني لا ارادي كده يبدا يحس ان هو قيمته عاليه بسبب ان هو معاه واحده هوت او واحده جامده قوي مش اي حد عارف يكلمها غيره. فاحنا اصلا السيكولوجيه بتاعت الرجاله للاسف بقت يعني متدنيه جدا بسبب كم الخرا اللي بيتزرع في عقلنا من واحنا صغيرين، وبقى خلاص ده بقى في العقل اللاواعي. العقل اللاواعي بتاعك بقى عباره عن تفكير كله مبني على الافلام وعلى المسلسلات، جزء كبير منه مبني على الافلام الاباحيه. متخيل ان انت الاوضاع والشقلباظات والحاجات اللي انت بتشوفها في البورن هتطبقها مع مراتك مثلا. يعني حاجه سيئه جدا جدا. احترامك لنفسك هيزيد لما تبطل تجري ورا البنات. تاني حاجه وهي انك هتعمل فلوس اكتر. طب ازاي يعني هعمل فلوس اكتر يا دكتور عطيه؟ يعني هي البنت يعني هي
اه يا حبيبي، الست ليها مصاريف كتير، الست ليها ميك اب، ليها نظافة شخصية، خروجات، ليها لبس، سكين كير روتين، ليها هير روتين، كل ده طبعا يندرج تحت حاجات أساسية، دي مش رفاهية يعني، فاهم قصدي؟ غير الخروجات، الهدايا، غير يعني لو انت مثلا متجوز بقى، غير الذهب والشبكة والعفش اقول لكم ايه بس يا جماعة، لا الست مصاريفها كتير وده لا يعيبها، لكن يعيب الراجل اللي عايز يحصل على الست بسهولة وهو مش جاهز. يعني انت مش جاهز للمصاريف دي، انت عندك 18 سنة، 20 سنة، 22 سنة، ابوك او امك جوزوك، هم اللي جوزوك مش انت ما جوزتش نفسك، انت مش جاهز، انت ما تقدرش على المصاريف دي. بعد كده تخش بقى في دوامة الخلفة وتلاقي انك اصلا في البداية انت مش قادر تصرف على مراتك والبنت اللي انت كنت مصاحبها وحبيتها واتجوزتها، تلاقي نفسك فجأة خلفت. طب انت انا اصلا مش قادر اكفيكي عشان اكفي ابننا، هتعمل ايه؟ ليه تدخل نفسك في الدوامة دي؟ انت غاوي وجع قلب يعني، ولا عشان فكرة هو سنة الحياة بقى، ويعني اهو خلاص هعمل اللي عليا، انا خلصت جامعة، اشتغلت في وظيفة، اتجوز بقى واكمل نص ديني وماشي عادي. يعني لو دي حياتك وانت بتحبها يعني، ودي ده كده الحياه البيسفول بالنسبه لك، كل الفل يا ريس، دوس انت كده بالنسبه لك انت سعيد تمام. انا بالنسبه لي لا، انا شايف الدنيا مختلفه عن كده. والخمس سنين اللي جايين 2030 2035 2040 الجواز والتقاليد والعادات والكلام من ده كله هيختفي، بسبب ان الاجيال القديمه اللي حطت الرولز وزرعتها جوه دماغنا خلاص. يعني خزعبلات بقى بتاعت النيش وبتاعت لازم مش عارف 50 جرام ذهب و100 جرام ذهب، ولازم قاعه مش عارف بكام، ولازم المعازيم والجاتوهات والقرف ده، الكلام ده كله خلاص انتهى. يعني هو شبه بدأ ينتهي اصلا. انا بحب القهوه، تشرب قهوه معايا؟ اسبريسو، مظبوط قعدتي. هتبعد عن علاقات محرمه. طيب يعني ايه تبعد عن العلاقات المحرمه؟ يعني مش هيبقى فيه حضان، مش هيبقى فيه بوس تقفيش، مش هيبقى فيه لمسات كده من تحت لتحت، مش هيبقى فيه زنق في العربية، مش من الآخر مش هتمسك واحدة تفرشها، أو مش هتزني معاها، لأن هي الحاجات دي كلها بتندرج تحت الزنا. العين بتزني والودان بتزني والجسم نفسه، كل حاجة. يعني في حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على بني آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان، العينين اللي انت بتشوفهم، العينين اللي انت بتشوف بيهم زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان، الناس بتقعد تبرطم بالكلام كتير وتجيب في سيرة الناس وتقصف المحصنات، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطي، طبعا خطوات شيطاني يعني، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان انت هتقع في الزنا، لازم تاخد بالك. اقول لك الاحلى من كده، القرآن الكريم: ولا تقربوا الزنا، يعني ما تقربش، ما تحاولش، ما تسعاش، ما تسمعش، ما تبصش لأي حاجة فيها زنا. بالزنا ده هيجي ازاي؟ انت هتزني مع نفسك يعني؟ يعني انت هتزني مع ايه؟ ما هتزني مع حد، لازم واحدة. هي الست هي اللي بتثير غريزتك، دي اللي بتخليك عايز تمارس معاها، لان هو ربنا خلقك بالشهوة وبالغريزة، وانت بقى عليك الاختبار والامتحان في ان انت تتحكم فيها، انك تصوم، إن تتقي الله، انك تصلي، لحد ما تبقى تقدر تتجوز. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. انت مش قادر تتجوز، ومش قادر على مصاريف الجواز، ومش قادر على مسؤولية الجواز، فانا هصاحب وهزني في السر وهاخد المتعة يعني اللي انا عايزها، وههرب من المسؤولية. بالله عليك في حاجة انجس واحقر من كده؟ طب انت منظرك قدام نفسك ايه؟ مش هقولك منظرك قدام ربنا، انت خلاص انت ما عدتش عامل اعتبار لربنا. انت منظرك قدام نفسك ايه وانت بتبص لنفسك في المراية بعد ما اختليت بواحدة وعملت معاها الموضوع ده؟ حتى لو هي اللي بتجرجرك الموضوع ده، انت عليك مسؤولية انك تتحكم في نفسك. بالله عليك انت هتبقى شايف نفسك ازاي؟ رابع حاجة هتحصل لما تبطل تجري ورا بنات، هي ان روحك هتبدأ تستقر. زي ما قلنا، تحس بهدوء، هتحس انك مش مستني مسج تتبعت لك على الموبايل، مش كل شويه تقعد تلتفت عشان سمعت صوت نوتيفيكيشن مفكر ان هي اللي بعتها لك. هتقدر انك تجذب نوع البنت اللي هي بيسميها وايف ماتيريال، اللي هي البنت اللي تبقى فعلا تستهلك، وتستاهل انها تبقى ام عيالك، وتستاهل ان هي تشيل شرفك،
لان انت تستحق كده. انت ما تستحقش انك تاخد واحده كسر، او واحده على علاقه بشباب كتير، او واحده تملس عليها، او قعدت طول فتره الجامعه حرفيا يعني بتدعك، وانت تبقى تيجي المغفل اللي في الاخر اللي بيشيل الليله. غالبا لو انت بدأت تصلح من نفسك ووصلت لمرحلة انك تبقى الراجل اللي فعلا مش مهتم برأي البنات فيك، غالبا هتقابل بنت برضو، او يعني هيجي في طريقك ربنا هيبعت لك الشخص اللي شبهك عشان تبقى انتوا الاتنين على فطرتكوا السليمة. هي برضو هتكون مش مهتمة بنظرة الرجالة، مش بتلبس لبس يلفت انتباه الرجالة. وانا وانت عارفين اللبس اللي بيلفت انتباهنا واحنا بقى ماشيين في الشارع وتلف وشك وتبص كده، انا وانت عارفين تقول ده هي دي شكلها كده ست كده رزينة محترمة، لبسها محترم. لما تخش البيت تلاقي ابوها وامها محترمين، لان هو هي بالتربية. ما هو احنا بنتخلق يا جماعة ورقة بيضة أطفال. مين اللي بيكتب علينا ومين اللي بيربينا ومين اللي بيزرع معلومات في دماغنا؟ التربية من الأب والأم والبيئة المحيطة. فتخيل إن مستقبلك وشركة حياتك وأولادك، لأن أولادك بيقضوا تقريبا تلتين عمرهم مع الأم اللي هي زوجتك، مش معاك انت مش فاضي، انت في الشغل ومع اصحابك على القهوة وبتخلص مشروعك وتجارتك، او انت لو متغرب وشغال في اي دولة تانية او مهاجر او الام دايما هي اللي قاعدة مع العيال. فتخيل ام عيالك اللي هي زوجتك ست خاينة، او ست مارست علاقة مع رجالة، او ست يعني كلمة حلوة بتوديها وكلمة حلوة بتجيبها، ولو حد قاعد يلعب في ودانها يقدر يجر رجلها. تخيل لو انت خلفت منها بقى بنت وبنتها طلعت شبهها. يعني الموضوع معقد ومحتاج يعني سلسلة من الفيديوهات ابقى اتكلم فيها، بس انا حبيت اقول الموضوع باختصار. بطلوا يا رجالة تجروا ورا البنات. بقولك تبقى واقع، تشوف واحدة في الشارع مثلا او واحدة تعرفها ما تقولهاش سلام عليكم وتكشر بقى وتبقى الفا وسيجما والشغل العته ده. لا، عايزك تبقى راجل برنس، عارف مركزك، مالي مركزك كده، مستقيم، بتتكلم بعين فجة لانك ما بتعملش حاجة عيب ولا حرام، بتتكلم في الصح، في حدود الشغل، في حدود اللي ربنا سمح بيها، سواء الدراسة او الكلام من ده. ما تقعدش تتلاوع وتقعد بقى تلف يمين وشمال وتبقى شبه التعبان وتقعد تحرجم، عشان الشغل ده يعني واللكلكة واللت والعجن ده سيبه للبنات. ما يعني احنا رجالة عيب، ولو ان كمان في ستات ب100 راجل كمان، يعني مش كل الرجالة، يعني مش كل الذكور رجالة بمعنى اصح. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. مستني رأيكم، ولو انت مهتمين بالمتابعة والتدريب الاونلاين معايا، تمرين وتغذية وادوية، هسيب لكم الواتساب بتاعي في الديسكريبشن. ابعتوا لي رسالة على الواتساب عشان نعمل اقوى فورمة بشكل طبيعي 100%. وبس كده، سلام.